طيب نخش على التقييمات. محمد صبحي النهارده ادى ماتش عالمي، لا عالمي، فاديله 9 من 10. الهدف يسأل ولا يسأل عليه. انا بقول ان الكرة جات له كان يبعدها بعيدا عن المرمى، ولكن في تصديين تانيين بسببهم هياخد 9 من 10. وبرضه في كرة لعبها لناصر ماهر بالرجل راحت بطريقة جميلة جدا ما تعاملش معاها ناصر ماهر بالشكل المطلوب. عمر جابر 6 من 10. محمود بن تايك السيء، ولكن في آخر الماتش كان كويس نوعا ما فهديله 3 من 10. حسام عبد المجيد 4 من 10. الونش 2 من 10، المفروض يقعد وصلاح مصدق يخش مكانه في التشكيل الأساسي. محمد شحاتة 1 من 10، قولا واحدا 1 من 10. محمد شحاتة كان سيء جدا النهارده. عبد الله السعيد 9.5 من 10، وده بالنسبة لي النهارده رجل المباراة. شيكو بنزا 6 من 10، حتى وإن جاب هدف بس برضه لسه ف6 من 10. خوان الفينا 8.5 من 10، كان ممتاز النهارده، كان كويس النهارده، لسه فيه جاي. ناصر ماهر 4 من 10، ما كانش افضل حاجه. ناصر ماهر مش افضل حاجه، مش ده ناصر ماهر اللي انا اعرفه. عدي الدباغ 3 من 10، كان في برضه بعض الكور اللي تعامل معاها بشكل سيء. كانت في كوره في الشوط الاولاني في بدايه الماتش اللي راح فيها اتحسبت اوفسايد، وانا شايف انها ما كانتش تسلل، تعامل معاها بطريقه وحشه، سدد الكوره في نص المرمى وصدها محمد ابو جبل. التبديلات دونجا 7 من 10، لعب النهارده ماتش كويس جدا، بجد كويس جدا، ابهرني انا شخصيا، فياخد 7 من 10. انا اتمنى ان هو يفضل يثبت على كده، يعني انا اتمنى كحازم ان هو يثبت على كده، ما يلعبش اساسي، ولكن لو نزل وهينزل بديل ينزل بديل ويقدم نفس الاداء، لا عايز لا اكتر ولا اقل، ده كويس. ادم كايد 1 من 10. ناصر منسي 0 من 10، 0 من 10، كان سيء جدا. اتمنى ان عمرو ناصر ياخد بعض الماتشات، يعني ناصر منسي يركن شويه، وعمرو ناصر ياخد ماتشات نشوفوه برضه في مركز الجناح في ماتش طبيعي، مش ماتش مع اقرب زي ماتش المقاولين. الماتش اللي فات لما نزل ما كانش افضل حاجه، كان ماتش كان كل اللعيبه كانت سيئه باستثناء اخوان الفينا طبعا. احمد شريف 7 من 10، عنده لمسات كويسه كويس، ف7 من 10. صلاح